تتخيل اللي فما حي كامل في مومباي في الهند يخدم في خدمة واحدة وهي غسل الملابس. مرحبا بكم في دوبيغات. اليوم نكتشفوا دوبيغات، واحد من أغرب الأماكن اللي زرتهم في الهند، وهو حي كامل يسكنوا فيه تقريبا 7000 نسمة أو 600 عائلة، يخدم في خدمة واحدة وهي غسل الملابس، ويعتبر أكبر مغسلة ملابس بسماء مفتوحة في العالم. مشيت أنا ومضيفي راج، وفي الباب تدفع معلوم صغير ويمشي معك واحد من أبناء الحي كمرشد سياحي باش تكتشف المكان كامل. مساحة دوبيغات تقريبا 10 هكتارات، ويوميا يغسلوا في 100,000 قطعة من ملابس سكان مومباي والأغطية اللي جاية من المستشفيات والمطاعم. دوبيغات تعني المغسلة، ونلقاها في كامل أرجاء الهند. كلمة دوبي هو رجل غسيل. انطلاق العمل على الساعة 7 صباحا، حيث يتم تجميع الملابس المتسخة من كافة أنحاء مومباي، ثم العودة إلى المغسلة لغسل الملابس، لصباغة البعض منها، لتعقيم أغطية المستشفيات، وأخيرا عملية الكي. This one is the sterilized area. What? Sterilized area. Sterilize. Yeah, for the boiling the water to kill the germs. الفكرة هذه بدأت مع البريطانيين اللي حبوا يأسسوا مكان يغسل ملابس الجنود والضباط قبل 100 عام تقريبا. من بعدها الناس استقرت في المكان حتى تكون الحي هذايا. المكان متكون من 731 حوض، يتم دفع الكراء للبلدية ويتم توريثه من جيل إلى آخر. برشا منهم بداوا يستعملوا في الآلات الإلكترونية، لكن الأغلبية مازالوا يعتمدوا على الطرق التقليدية. السؤال البديهي اللي يسألوه الناس الكل، كيفاش الملابس ما تضيعش؟ الإجابة سهلة، على كل قطعة يخيطوا قطعة قماش صغيرة فيها اسم الحريف. فما مخاوف كبيرة على دوبيغات، باعتبار أنه برشا مقاولين يحبوا يستغلوا الأرض هذه لبناء مجمعات سكنية كبيرة، باعتبارها موجودة في قلب مومباي. وبالتالي إذا كنت تحب تزور دوبيغات استعجل شوية. سلام.